أنا هلأ بدي أطلع أحكي باختصاصي الاقتصاد، وكوني اشتغلت بشركات استثمارية وعم بشتغل بإدارة الصناديق المالية الفندز. بدي أحكي عن شغلة هلأ شفتها. شفت فيديو لوحدة طالعة عم بتصرخ وعم تطلب من الناس يوقفوا استثمار بسوريا لغير السوريين. هلأ أول شيء قبل ما أحكي رأيي شو هو الاستثمار، بس لحتى بسط الفكرة كتير، خلينا نفترض إنه أنا عندي أرض فاضي وما معي مصاري أعمل أي مشروع عليها أو شغلها، وإجا شخص معه مصاري وقال لي إنه هو حابب يعمل مشروع على هاي الأرض، ونتفق على نسبة الربح من هذا المشروع. بيصير بيناتنا أنا وياه عقد استثماري، وأشهر العقود الاستثمارية اللي عم تصير هلأ بسوريا هو عقد البوت. يعني المستثمر بيجي بيبني منشأة على أرضك، بيبني مشروع على أرضك، ويشغل هذا المشروع لمدة معينة انتم متفقين عليها بالعقد، غالبا 25 سنة، وبيدفع لك نسبة من أرباح هذا المشروع كمان متفق عليها بالعقد. وبعد انتهاء فترة الاستثمار اللي هي 25 سنة بصير هذا المشروع ملكك بالكامل، وطبعا الأرض هي ملكك ما تغيرت ملكيتها. يعني بالمختصر، لما شركة أو شخص أو مجموعة مستثمرين بيستثمروا بأرض سورية، هن حقيقة عم يبنوا على حسابهم المشروع بشكل كامل، وعم يشغلوا وعم يعطوا من أرباح هذا المشروع للدولة، وبعد انتهاء فترة الاستثمار عم يسلموه للمشروع بالكامل ملكية الدولة. أما الأرض ضلت للدولة، هي أساسا ما تغيرت ملكية الأرض. من هذا الحكي كلياته الدولة شو بتستفيد؟ بصراحة في فوائد لا تعد ولا تحصى من هيك أنواع من المشاريع. أول شيء في نسبة من أرباح هذا المشروع متفق عليها بالعقد رح تروح لخزينة الدولة، هاي أرباح للدولة. وتاني شيء والأهم هو جني الضرائب من هذا المشروع كمان لخزينة الدولة، رغم أنه الدولة ما حطت ولا ليرة، وهاي الضرائب عادة بتكون كتير عالية. ثالث شيء توفر الخدمة هاي بالدولة، يعني مثلا إذا منتجع توفر منتجعات مهمة على مستوى عالي بسوريا، وهذا الشيء رح يجيب سياح كتير بالمستقبل، وهدول السياح معهم مصاري، هاي المصاري كلها رح تنصرف داخل سوريا. ثالث شيء توفر الخدمة هاي بالدولة، يعني مثلا إذا منتجع توفر منتجعات مهمة على مستوى عالي بسوريا، وهذا الشيء رح يجيب سياح كتير بالمستقبل، وهدول السياح معهم مصاري، هاي المصاري كلها رح تنصرف داخل سوريا. يعني المشروع عم يطالع أموال وعم يعطي لخزينة الدولة، وفوقها عم يجوا سياح عم يحركوا حركة الاقتصاد، وعم يدفعوا مصاري، عم يدخلوا مصاري لسوريا. رابعا هذا المشروع عم يوفر فرص عمل كبيرة للسوريين، وفرص العمل هاي يعني رواتب، يعني مصاري بإيد السوريين. يعني هذا النوع من المشاريع هو عبارة عن نعمة عم تيجي على السوريين. وطبعا مثل ما حكيت بعد فترة الاستثمار المتفق عليها بالعقد، هذا المشروع بالكامل بترجع ملكيته للدولة. وأصلا مثل ما حكيت الأرض ضلت للدولة، هي ملكية الدولة. هلأ بحكي رأيي بخصوص المستثمر الأجنبي. أنت كمواطن شو بتفرق معك جنسية المستثمر؟ المستثمر اللي بيفرق معنا هو المستثمر اللي معه مصاري أكتر، أما شو جنسيته ما رح يفرق أبدا، لا بشروط العقد ولا بطريقة الاستثمار ولا بالعائد على الاستثمار. أغلب دول العالم اللي عندها استثمارات كبيرة وأكبر من هاي اللي عم تصير بسوريا بكتير، المستثمرين أجانب، أغلبهم أجانب، ومع هيك كل هاي المشاريع مفتوحة للسوريين لحتى يستثمروا فيها. الاكتتاب مفتوح، وإذا معك مصاري فيك تدخل بالاستثمار هذا ويصير عندك أسهم بأي مشروع من المشاريع اللي عم تصير هلأ. الخلاصة والفكرة المهمة اللي بدي وصلها، اللي عم يصير بسوريا حاليا جدا مهم، جدا مهم، وهو عبارة عن نعمة عم بتصير للسوريين. لا تخلوا حدا يلعب بأفكاركم، لا تخلوا حدا يدخل أفكار حزب البعث البالية اللي سرقت البلد واللي دمرته تدخلها براسكم. هدول بس ما بدهم سوريا تنهض. لا تخلوا الجهلاء يلعبوا بعقولكم. وسلام.